عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهار جديد وفيديو جديد ونهار ممطر. اللهم غيثا نافعا يا ربي. ربي يرحمنا برحمته الواسعة. ما نحكي لكمش على المطر، ما قصتش بالكليكية. ربي يرحمنا وكهو. اليوم جيتكم بفيديو جديد يا البنات، ودبارة جديدة، دبارة معشوقة التوانسة الكليكية اللي هي المقرونة بالصلصة. نودكم ولنشهيكم على الريحة وعلى البنة، قسمكم الكل في الجنة. اول حاجه نبدا بها الفيديو يا البنات، نحب نرحب بالمشتركين اللي دخلوا لي جدد. مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني، وجودكم في قناتي على راسي من فوق. وبالطبيعه اخواتي واصحابي اللي مشتركين معايا من قبل، ربي يخليكم، نعمه في حياتي يا ربي، على دعمكم ليا وعلى الجامات اللي تعملوا لي فيها وعلى الكومنتات الحلوه اللي قاعدين تقويوا فيا بها. ان شاء الله ربي يخليكم ويعطيكم كل ما تتمناه يا ربي، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. نبداو في الفيديو متاعنا يا البنات. الاول حاجه انا بديت بها، حطيت شويه زيت نباتي، وحطيت عندي طماطم مرحيه ومصفيه. كما تعرفوني انا الطماطم عمري ما نطيبها وهي تبدا بالقشور نتاعها ولا بك الزريعه، بصراحه خاطر تقلق برشا في المعده. هذاك علاش ديما نرحاها ونصفيها من هيك الزريعه والقشور وكل. حطيت الطماطم نتاعي وحطيت عليهم 3 عواد قرنفل، وحطيت قصيت بصله صغيرة، قصيتها مكعبات جويدة. راهو فما برشا ما يطيبوش بيه البصل في المقرونة، بصراحة أنا نحط هيك بصلة صغيرة تزيدها بنة على بنة. ومن بعد اللي كان حطيت اللحم متاعي. بالنسبه للحم انا اللحم بقري. اذا كان انتم اللحم معلوش، ما تحطوش التابل والكرويه، انا مش نحط. البهارات متاعي حطيت مغرفه شويه فلفل اكحل، سامحوني، شويه فلفل اكحل خاطر الفلفل الاكحل متاعي حار. حطيت مغرفه صغيره سكنجبير، مغرفة صغيرة كركم، ومغرفة صغيرة تابل وكروية. وفي الاخر بالكل انا نحط الملح، ما نحطوش ملول خاطر الملح يعطل اللحم في الطياب نتاعو. سامحوني يا البنات. حطيت هذاك الكل كيا وخليته لين ياخذ غلوة باهية، خليته يغلي غلوة باهية. ومن بعد ليكيا مش نكمل نضيف عليها بقية المكونات اللي هو عندي. مش نحط مغرفتين ونصف طماطم معجونة. انا الطماطم متاعي هذه راهي تحمر بالكدا بالكدا، هذاك علاش مش نحط مغرفة ونصف اكهو، مغرفتين ونصف سامحوني. ومش نحط شوية من الهريسة الحلوة، بالطبيعة اللي يحبها الحار يحط الحار. انا ما نطيبش بيه الحار على خاطر راجلي وولدي ما ياكلوش الحار، هذاك علاش مانيش مش نحط فلفل احمر حار. حطيت لهنا شويه هريسه مي حلوه بالفلفل الحلو انا عاملتها. وحطيت فلفل احمر حلو كيف كيف. ولهنا مش نحط الثوم. نعرف المقارونة تموت على الثوم، راهي من غير ثوم راهي ما تجيش بنينة بالكل. كي حطيت مغرفة صغيرة الساعة من لول ثوم، ومش نخليها توا تغلي على راحتها، مش نمرقها ونخليها لين اللحم متاعي يدخل في الطياب. ومن بعد لكي كالعادة نكملوا بقية المكونات. لهنا انا راني نتحمص كي نلقى الغاز متاعي اتمسخ ولا هيك طشطش عليه الصلصة ولا حاجة، ما نجمش نكمل نطيب، يلزمني نمسح وننظف ومن بعد لك نرجع نكمل الطياب متاعي. قولوا لي فما برشا كيفي هكا والا لا. لهنا بعد ما خذيتك الغلوه الصغيره نمرقها كميه بسيطه متاع ماء، ونقعد كل مره نزيدها، يعني كل مره نتفقدها اذا كان نلقاها نقصت من الماء واللحم مازال ما طابش نزيدها شويه ماء، ونقعدوا هكاكا باش ما تجيناش الصلصه متاعها تجي جاريه، خاطر نعرفوا الصلصه متاع المكرونه لازمها تكون خاطره شويه. لهنا اللحم متاعي دخل في الطياب بالطبيعة، والأمور الكليكية مريقلة، والريحة ما نحكي لكمش عليها. طوي كان مش نضيف الملح، سامحوني، مش نحط مغرفة صغيرة ملح. وحطيت هكا زاد على جنب الطنجرة بالماء اللي مش نصمت فيها المقارونة، حطيت فيها شوية ملح وشوية زيت وخليتها لين تاخذ الغلوة متاعها. بعد ليك نرمي المقارونة. لهنا توا بقيتك الثوم اللي خليناه توا مش نضيفه ومش نحرك الكوليكية، ومش نخليها لين تاخذ غلوة أخرى. ومن بعد كده مش نرمي فيها الحمص، خاطركش الحمص متاعي أنا طايب نصف الطياب، هذاك علاش ديما نحطه في الآخر بالكل.
هنا غطيت عليها وخليتها تاخذ غلوة، ومن بعد لكي توا باش نرمي فيها الحمص. كما تشوفوا يا البنات بدات تقر في الزيت نتاعها. طيب كان جيست الحمص نتاعي يطيب ويكون كل شيء عندي حاضر مريقل. نحب بالمناسبة يا البنات نحب نشكر قناة تونسية موجودة في ألمانيا، آه، قناة أختي وحبيبتي وعزيزتي مازلت كيف تعرفت عليها جديد، اللي هي هيفا هوم. نحب نقول لك عزيزتي ربي يبارك لك وربي يزيدك في رزقك وفي مالك وفي صحتك، وربي يخلي لك عائلتك. على ذكرك على اسمي في القناة دخلوا لي يعني مشتركين من عندها. ربي يخليك وربي يبارك لك عزيزتي. كيف زاد يوميات اسمها هانة التونسية. ربي يخليك زاد عزيزتي. كيف زاد ذكرت اسم قناتي في فيديو من الفيديوهات متاعها. ربي يخليكم ويبارك لكم يا رب ويعطيكم كل ما تتمنوا ان شاء الله. لهنايا البنات بعد ما طابت الصلصة متاعي وطابت زاد المقارونة مش نسقاها. كنا نلقى العود القرنفل هكوما كنقاهم نحيهم. هذاك علاش كريتونيش نحيت حاجة اللي هو عود القرنفل. انا مش نسقاها توا المقارونه متاعي ومش نخليها تقريبا 5 دقائق لين تتشربك الصلصه اللي حطيتها لها. جربوها هكا مش ديريكت نسقيه ونحطه ناكله، لا خليوها هكا شويه. شوفوها توا كيفاش وليت بعد ما يعني بعد ما تشربتك الصلصه متاعها. بصراحه جات بنينه 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 نودكم ولا نشهيكم. لهنا انا مش نحط كميه اللحم اللي انا طيبتها ومش نحط فوق منها الحمص ويكون كل شيء عندي حاضر. لهنا يا البنات انا راني نسيت مكون وهو لازم يكون موجود في المقارونه، مي الله غالب انا مشخشبه هذاك علاش نسيته، اللي هو الرنت. اما بصراحه كيف حطيت لها القرنفل جات بنينه تهبل نودكم ولا نشهيكم. هذه هي وصفتي لليوم يا البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله قسمكم الكل في الجنة. بالطبيعة اللي كملت معايا الفيديو للآخر نحب نقول لك ربي يخليك وربي يبارك لك وربي يزيدك من خيره وربي يعطيك كل ما تتمنى. بالطبيعة ما تنسونيش في الجيم يا البنات باش الفيديو يترفع ويتشاف أكثر والقناة تعاود ترجع كما كانت. وبالطبيعة الاشتراك في القناة إذا كانكم أول مرة تشوفوا فيها. ربي يخليكم وربي يبارك لكم. أنا لهنا قبل ما نحط الطاولة لازم كل شيء يكون مغسول.